صفية، هل رأيت فاطمة الزهراء؟ نعم يا أختاه، لقد رأيتها. لقد أوصتني بوصايا كثيرة. نعم، وأنا أيضا سمعت إنها خرجت إلى القوم تطالب بحقها، فقالت: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. فضج القوم بالبكاء والنحيب، وقد قال النبي بحقها: فاطمة بضعة مني، فاطمة بابها بابي وحجابها حجابي. فأصبحت حزينة لفقد أبيها، وهي تبكي ليلا مع نهارا. أختها يا صفية، لقد ظلموها وغصبوا حقها وآذوها، فويل لهم من عذاب النار، فويل لهم من عذاب النار. أين أجد علي بن أبي طالب؟ ها هو ذا. أأنت علي بن أبي طالب؟ نعم، تفضل. إني رجل من اليهود، وأنا علامتهم، وقد أردت أن أسألك عن مسائل. سل. 33. لما قلت 33؟ ألا قلت 7؟ إذا إني لجاهل. إن لم تجبني في 3 اكتفيت. فإن أجبتك تسلم؟ نعم. سل. أسألك عن أول حجر وضع على وجه الأرض، وأول عين نبعت، وأول شجرة نبتت. يا يهودي، أنتم تقولون أول حجر وضع على وجه الأرض الحجر الذي في بيت المقدس، وكذبتم. هو الحجر الأسود الذي نزل مع آدم.
صدقت والله، إنه لبخط هارون وإملاء موسى. وأما العين فأنتم تقولون إن أول عين نبعت على وجه الأرض العين التي في بيت المقدس، وكذبتم، وهي العين التي شرب منها الخضر، ولئن شرب منها أحد إلا حي. صدقت والله، إنه لبخط هارون وإملاء موسى. وأما الشجرة فأنتم تقولون إن أول شجرة نبتت على وجه الأرض الزيتون، وكذبتم، وهي العجوة. صدقت والله، إنه لبخط هارون وإملاء موسى. والثلاث الأخرى كم لهذه الأمة من إمام هدى لا يضرهم من خذلهم. 12 إماما. صدقت والله، إنه لبخط هارون وإملاء موسى. وأين يسكن نبيكم في الجنة؟ في أعلاها درجة وأشرفها مكانا في جنات عدن. صدقت والله، إنه لبخط هارون وإملاء موسى. فمن ينزل معه في منزله؟ 12 إماما. صدقت والله، إنه لبخط هارون وإملاء موسى. قد بقيت 7. كم يعيش وصيه بعده؟ 30 سنة. أثم هو يموت أو يقتل؟ يضرب على قرنه فتخضب لحيته. صدقت والله، إنه لبخط هارون وإملاء موسى. يا أمير المؤمنين، أتقبل إسلامي؟ نعم، بوركت يا بارك بوركت. الله بك. بوركت. جزاك الله خيرا. هنيئا لك يا أخي. بني، نعم يا أبتي. هل وصلنا دار أمير المؤمنين؟ لا يا أبي، ليس بعد. حسنا يا بني، خذني إليه. هيا بني، هل وصلنا دار أمير المؤمنين؟ نعم يا أبي، لقد وصلنا، وهذه دار أمير المؤمنين، وسوف أطرق الباب. حسنا يا بني، ولكن اطرق الباب بأدب، إنها دار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اذهب يا بني، اذهب. من على الباب؟ ضيوف يا أمير المؤمنين، ضيوف. مرحبا بهم، انتظر قليلا.
يا بني، هل طرقت الباب؟ نعم يا أبي، طرقت الباب وسوف يأتي إن شاء الله. حسنا، سوف ننتظره بالحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين، يا قرة عيني. سيدي يا أمير المؤمنين، والله لولا حاجتي لما أتيت إليه، ولكن على رسلك يا شيخ. تركت عيالي يتضورون من الجوع وأتيت إليك يا مولاي. على رسلك يا شيخ، لا عليك، لا عليك. انتظر هنا. جزاك الله خيرا يا انتظر. مولاي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ياتي يا مولاي. خذ أيها الشيخ واستعن به على دهرك. جزيت خيرا يا مولاي. انتظرني هنا، سآتيك بعد قليل. أمرك يا مولاي. وخذ هذا أيضا، وإن احتجت مرة أخرى عود الكرة. جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين. مرحبا بك، على الرحب والسعة. في أمان الله يا مولاي. في أمان الله. هيا يا بني. يا لهذه الدار، يا لهذه الدار، لقد ملئت حزنا
بعد فقد النبي صلى الله عليه وآله. لمن أشتكي؟ لمن أشتكي؟ يا لهذه الدار. لمن أشتكي؟ أشتكي لهذا البئر. أيها البئر، أتسمع شكواي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لهذه الدار. هنا أشم رائحة النبي في هذا المكان. هنا كان يجلس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي! يا علي! لتخرجن إلى البيعة أو أحرق البيت عليكم. أيها الضالون المكذبون، ماذا تقولون؟ وأي شيء تريدون؟ يا فاطمة، ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب وجلس من وراء الباب؟ طغيانك يا شقي أخرجني،
وألزمك الحجة، وكل ضال غوي. دعي عنك يا باطيلة وأساطير النساء، وقولي لعلي أن يخرج. لا حبا ولا كرامة، أبحزب الشيطان تخوفني يا عمر؟ وكان حزب الشيطان ضعيفا. إن لم يخرج جئت بالحطب جزر وأفرمتها نارا على أهل هذه الدار، أو يقاد علي إلى البيعة. أفتحرق علي ولدي؟ إي والله، حتى يخرجن ويبايعن أبا بكر. ويحك يا عمر، ما هذه الجرأة على الله وعلى رسوله؟ تريد أن تقطع نسلهم من هذه الدنيا وتطفأ نور الله، والله متم نوره. كفى يا فاطمة، كفى. فليس محمد حاضر ولا الملائكة آتية بالأمر والزجر من عند الله، وما علي إلا كسائر المسلمين. فاختاري إن شئت خروجه إلى البيعة أو أحرقنكم جميعا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبيك وصفيك ورسولك، وارتداد أمته علينا، ومنعهم إيانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل. دعي عنك حماقات النساء، فلم يكن الله ليجمع لكم النبوة والخلافة في آن واحد. يا عمر، أما تتقي الله عز وجل؟ تريد أن تدخل علي بيتي وتهجم على داري. يا عمر، أراك محرقا علي بابي. نعم نعم يا فاطمة، وذاك أقوى مما أتى به أبوك يا فاطمة. أبتاه يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ قنفذ، أين أنت يا قنفذ؟ لبيك أبا حفص. أين الرجال والحطب؟ عجل لي بهم. أمرك. يا عمر، ماذا تريد؟ يا عمر، إن في الدار فاطمة. وين؟ وين؟ أين الرجال والحطب؟ ضعوا الحطب عند الباب، ضعوه. ضعوا النار في المقابس. ضعوها في الحطب. علي، أنا عند بابك. إن لم تخرج فأنا سأدخل عليك يا علي. في
وسيدتي. فاطمة حبيبتي.